السلام عليكم. تعالى في الفيديو التاني من سلسلة فيديوهات ازاي تكسب فلوس وانت قاعد في البيت من كاس العالم في قطر، نتكلم عن سبب جديد تقدر تكسب بيه ألوفات وانت جرافيك ديزاينر شاطر. ببساطة جدا كاس العالم فيه مشجعين كتير هيكونوا موجودين بالمئات الآلاف في قطر، فانت تقدر تلعب على الحتة دي ببساطة انك كمصمم مبدع تعمل ديزاينز التيشيرتات المنتخبات بس بشكل كرييتيف. طبعا احنا كلنا الفترة اللي فاتت شفنا تصاميم كتير طلعت من مصممين مصريين للوجوهات الدوريات ولوجوهات الفرق، فاحنا فعلا عندنا ديزاينرز موهوبين كتير جدا. طيب يعملوا ايه؟ اول حاجه انت هتعمل لاندنج بيج بسيطه بتحط فيها التيشيرت وتفعل عن طريق اي بيمنت جيت واي. بيمنت جيت ويز كتير موجوده في مصر، خليني اقول لك باي موب، او باي وفوري، كل دول يقدروا يوفروا لك وسيله دفع الناس تقدر تدفع فيها بالفيزا. فاولا انت هتعمل لاندنج بيج، ثانيا مش هتخلي فيه وسيله دفع غير بالفيزا، ثالثا هتبدا تعمل اعلاناتك طبعا انك تستهدف قطر. حاول تنوع اللغات اللي انت هتظهر بيها الاعلان، فيبقى في نسخه عربي وفي نسخه انجليزي وفي نسخه فرنساوي وفي نسخه اسباني، عشان الارجنتينيين اللي هيكونوا موجودين لو قررت تستهدف الجمهور الارجنتيني اللي هناك. بعد ما تعمل ده تبدا تحط الديزاينز وتحط افكار كتير جدا، بلاش تحط في دماغك ان هو تصميم واحد اللي هينجح، لا اعمل تصاميم كتير جدا. والاوردر اللي يجي لك انت دايما هتوعد العميل ان التيشيرت هيجي لك خلال من 3 ل 4 ايام. واول لما الاوردر بيجي لك بتبدا تطبعه وتشحنه دولي، واتيفر بقى بارامكس او دي اتش ال. في شركات شحن دولي كتير جدا، تقدر تسيرش على النت او تسال على الفيسبوك هتلاقي 100 واحد يدلك على ازاي تشحن لهناك. طبعا لو عايز تزود ربح اكتر تقدر تتواصل مع حد انت تثق فيه هناك في قطر يقدر يطبع التيشيرتس دي ويوصلها هناك، بس اوعى تعتمد على الكاش اون ديليفري، لازم الاونلاين بيمنتس. دايما خلي الموقع شكله بروفيشنال، استخدم شهاده حمايه SSL سيرتيفيكت ان عشان الموقع يبان امان، وابدع بافكارك وبيع بالافات اثناء شهر المونديال. دي فرصه ما ينفعش تفوتها. اخر نصيحة ليك هقولها لك، اوعى تبيع التيشيرت بسعر رخيص، بيعه بسعر غالي جدا لان هيبقى فيه تكاليف شحن وتكاليف اعلانات انت هتصرفها انت مش متخيل ان هي صغيرة. لازم تشتغل عليها وتكسب كتير. السلام عليكم.